على سيدنا محمد. الفقارة من الأعلى هذه. يشاهد العمال عاملين اثنين يجران بالحبل الدلوى الذي يحمل التراب، يعني الفقارة ننظر إليها من أعلى ثم ننتقل إن شاء الله إلى الأسفل. سينتهي الفيديو ثم ننتقل إلى الأسفل إن شاء الله. نزل الفقارة من الأسفل، نزلنا إليها من الأسفل. هذا هو حالها. العمال نزلوا من بئر وهم ينتقلون من بئر إلى بئر حتى يصلوا إلى هذا البئر الذي هو مهدم، يعني سقطت فيه بعض الحجارة. نسرع قليلا. يحيى حفظه الله يمر تحت الأرض من بئر إلى بئر. يحيى مسعود حفظه الله تحت الأرض بتقريبا 12 متر أو 13 متر. هو ينتقل من بئر إلى بئر. البئر هذا هو البئر. الآن ننتقل إلى فيديو آخر. انظر إلى العامل حفظه الله، هو يغامر. شوف معي، شوف. ننظر الآن إلى الجدران المبللة، الماء يتساقط من الأعلى، يعني سبحان الله. مع الحنفية. ننتقل إلى فيديو آخر. هنا مشكلة في الفقارة، وهو تصدع جدران الفقارة مما يتسبب في إيقاف الماء، يعني تسقط بعض الحجارة من الأعلى فتوقف الماء. هذا الماء ماء حنفية يخرج من بيت مجاور، يعني بيت مجاور. ماء الحنفية يخرج من هذا البيت ويتسبب في تشقق هذه الجدران. ظل البئر من الأعلى ومن الأسفل، سبحان الله. هذه مشكلة سنعالجها إن شاء الله. المهم الفقارة سنفصل لكم كيف يمر الماء من تحت الأرض ويظهر فوق سطح الأرض، سبحان الله. هذا هو الماء يجري. لماذا يجري؟ لأن التربة منعته من المرور. لو نظفنا هذه التربة وأصعدناها إلى الأعلى لمر الماء بهدوء تام، ولكن الآن تراكم هذه الأتربة جعلت الماء يمر يعني بهدوء تام، وبالتالي نراه يلمع هذا اللمعان الجميل. مستوى الماء مع مستوى التراب. إذن طريق الماء يعني مسدود بالأتربة وبالحصى، وكأنها سبحان الله حجارة كريمة جميلة جدا. دائما ننظر مع الماء الجميل الطبيعي العذب. هذا يسمى الأنفاد. الأنفاد هو ممر بين بئرين تحت الأرض يمر فيه الماء. دائما مع جمال الحصى في الماء العذب. شوف سبحان الله. هذه بعض الأشياء التي يسقطها الأطفال في الآبار فتبقى تسد الماء. الحجارة هذه سقطت من أعلى هذه الحفرة العميقة، حفرة عميقة خطيرة جدا تسقط دائما، فنزيلها بالدلو إلى نحو الأعلى. هذه بقايا بعض الأشياء التي تسقط سبحان الله من أعلى في ممر السفلي للفقارة. الفقارة دائما نقول هي تسلسل بعض الآبار الفقارة هي تسلسل الآبار وترابطها مع بعضها البعض. هذا أخطر مكان في الفقارة، يعني تصدع في الجدار اليمين. الجدار اليمين يعني قريب من السكنات العائلية، هو خطير جدا وقد ينهار في أي وقت فتسقط المنازل المجاورة. أيوة، هذه الجدران المتصدعة التي أسقطتها المياه المتسربة من الحنفيات المجاورة لهذه الفقارة، دائما مع الخطر الذي يحدقه الفقارة.
المشكلة أن الأماكن يعني التي يقف فيها الماء وترمى فيها القمامات نجد فيها الحشرات ضارة. هذا ممر صعب جدا سأمر فيه بهاتف النقال، يكاد هاتف النقال أن يلامس الماء ورأسي يلامس الأعلى. سبحان الله، ماء عذب جميل جدا طبيعي لا يتدخل فيه الإنسان، خلق الله سبحان الله. ممر تحت الأرض 14 متر تحت الأرض بين الجدار والجدار. ها هو أنا أعاني من هذا الضيق الذي أمر فيه. دائما نقول لكم بأن ممر بين بئر وبئر يسمى أنفاد، وهذا الأنفاد هو الذي يمر فيه الماء من بئر إلى بئر إلى بئر حتى يظهر الماء فوق سطح الأرض، فوق سطح الأرض، من غير مضخة أو طاقة شمسية أو طاقة حرارية وهوائية. أواصل جولتي تحت الأرض لمسافة تزيد عن 200 إلى 300 متر. سأسرع الفيديو حتى لا أطيل عليكم، سأسرع الفيديو. قد نقف عند بعض الأشياء الغريبة. هنا الهدم جعلهم يبنون يعني مكان يمر فيه الماء، أما مرور الإنسان فيصعد فوق الهدم. هذا هدم يسمى التابوت. نسرع لأن المكان كثير القمامة. أيوه، مظلم مخيف، تكاد ترى الجنة هنا. سبحان الله. هاي ما زلنا في التابوت. هذه بقى الأشياء التي يرميها الإنسان. أيوه، هذا هو ممر الماء نحو البساتين. سيظهر الماء إن شاء الله فوق الأرض. انظر معي. أيوه، نبقى مع الفجارة والأنفاد. الأنفاد هو ممر تحت الأرض. دائما نقول الممر تحت الأرض هذا يربط بئر ببئر، وبالتالي يخرج الماء، يظهر الماء فوق سطح الأرض من غير طاقة، لا كهربائية ولا هوائية ولا شمسية، طبيعي يخرج تحت الأرض. سبحان الله. أنفاد يحفر الإنسان بالفاس. الله أكبر كبير الله. هذه صورة للأنفاد يحفره الإنسان بالفأس، وبعوامل يعني بخار الماء والماء، وبخار الماء يزيد علوه نحو الأعلى. أشهد أن لا إله إلا الله. انظر معي جيدا دائما، هذا ممر مخيف جدا. عليك أن تمر وأن تقرأ بعض الآيات القرآنية، لأنك تحت الأرض في مكان فيه بعض الأوساخ، ولكن الماء صافي يشرب. ها هو بئر مغطى ببعض الألواح. ظلام الدامس تحت الأرض، ظلام مخيف جدا. لاحظ معي دائما جولتي نحو البساتين. أنا أمر الآن تحت الأرض لمسافة تزيد عن 300 إلى 400 متر. الماء أصبح أحمرا لاختلاطه بالطين. فيديو بعد فيديو، ونحن الآن ننتقل من بئر إلى بئر عبر الممرات السفلية هذه. انظر معي جيدا. سبحان الله، ما شاء الله. الطين الحمراء طبيعية لا تؤثر على الماء، يصلح للطهور طاهر، يصلح للوضوء وللشرب. دائما فوهة البئر تجدها مليئة بالطين
وعلى العمال أن ينظفوها ليمر الماء بسرعة. هذا المكان المضيء هو فوهة لبئر، ها هو البئر سبحان الله، مسافة من 12 متر وزيد. ها ننتقل إلى بئر آخر، ننتقل إلى بئر آخر إن شاء الله تحت الأرض. إذن إذا كنت لوحدك ووجدت الطريق مسدود فنظفه بيدك، أزل الطين بيدك وضعها على الحواف. دائما نتجول تحت الأرض مسافة ومسافة ومسافة، نجد بعض الأشياء التي أسقطها الأطفال قد تركها الكبار على حوافها. شوف حتى يعني موسى الحلاقة مرمية في هذه الآبار، يعني شيء خطير جدا. ما شاء الله ما شاء الله. شوف منظر جميل تحت الأرض. شوف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الآبار وما أجملها باردة جدا في الصيف، لا تشعر بحر الصيف أو حر الشمس أبدا، تتمتع ببرودة ليس فيها رطوبة. بئر آخر مهدم، يعني يكاد شوف الطين سقطوا يمين ويسار من أعلى ومن أسفل، أشياء مخيفة جدا تحت الأرض. بئر آخر كذلك. نحن ننتقل نحو البساتين، انظر معي قوارير المياه المرمية يزيلها بعض العقلاء حفظهم الله على ممر الماء يمر بسرعة. الآن نبحث عن آبار الخفاش، آبار المظلمة التي يعيش فيها الخفاش. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الخفاش، وصلنا الخفاش ومملكة الخفاش. إذن الخفاش يعيش هنا في هذا الظلام الدامس. خفاش يعني مملكة كبيرة من الخفاش. لاحظوا معي جيدا، تعيش في الفقارة، يعني الفقارة هي آبار متسلسلة تربط بينها روابط سفلية. هذا الرابط هو الذي يوصل الماء إلى سطح الأرض. سبحان الله. فالخفاش يعيش في الآبار المغلقة المظلمة المخيفة. سبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونبقى مع الخفاش. سبحان الله إنه مخيف جدا. اليوم الخميس يعني عندنا التوعاد يسموه، وعظ صلاة على النبي بعد الأذان. هذه بدعة يعني ليست واردة في السنة. هذا بئر خاص بالتعمار، يعني كانوا يسموه حاسي التعمار، من خلاله يشرب الناس جميعا. إذن الخفاش الوطواط المخيف تحت الآبار المظلمة يعيش يعني في أمان. أزعجناه مسكين. لاحظ معي كم، أكثر من 100 خفاش. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما زلنا تحت الأرض في ممر الماء السفلي الذي يؤدي بالماء إلى سطح الأرض.
من غير طاقة شمسية أو حرارية هوائية. ما زلنا مع الخفاش، نقترب منه قليلا. سبحان الله، شكله مخيف مرعب. سبحان الذي خلق الخفاش، لا هو طير ولا هو فأر ولا هو فيل. سبحان الله سبحان الله. هنا يعيش الخفاش وهنا يلد الخفاش. نقترب منه قليلا، نرى حركته في الظلام. سبحان الله سبحان الله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.